السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده ختمنا الحمد لله الأسبوع الأول من رحلة ال7 أسابيع لتحقيق نص مليون جنيه أو 35,000 درهم. بس في الأول خلينا نتفق إن أنا كل أسبوع في ال7 أسابيع دي محتاج أحقق 14.3% من أصل المبلغ. يا سيدي إحنا اتفقنا إن الرحلة دي 7 أسابيع وإن كل أسبوع المفروض إن أنا أحقق 14.3%، وده عشان أوصل لإن أنا أقفل 35,000 درهم أو النص مليون جنيه في خلال 7 أسابيع بس. الحمد لله بفضل الله قدرت احقق اكتر من 20%، 20.35% قدرت احققهم في الاسبوع الاول من رحله ال7 اسابيع لتحقيق نص مليون جنيه. طيب انا لو فضلت ماشي بنسبه 20% في الاسبوع فانا كده هكون متجاوز الهدف في خلال فتره التحدي بنسبه 40%، وده انجاز كبير في حد ذاته انا اصلا ما كنتش متوقعه. ولكن يا صاحبي انا عايز اقول لك ازاي انا وصلت للمرحله دي. المفروض اني اقول لك انا اشتغلت في ايه وايه الحاجات اللي انا عملتها عشان احقق النسبه اللي انا عملتها دي، بس لاسباب خاصه انا محتاج اخلي الموضوع ده لغايه اخر حلقه في السلسله، وهقول لك برضه انا عملت ايه بما يرضي الله. انا بوعدك ان انا هقول لك انا وصلت لايه من ايه. بس الجدير بالذكر ان اللي انا بعمله ده فتح باب رزق لاكتر من 7 اشخاص، فانا بحمد ربنا ان انا كمان في الطريق اللي انا بساعد فيه نفسي قدرت ان انا اساعد 7 اشخاص تانيين، وانا شايف ان دي حاجه جميله جدا، يمكن اهم من التحدي اللي انا عملته ده نفسه.